واهلا بيكم طلاب سنة اولى اعدادي. النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض الدرس التمهيدي في المنهج الجديد. هو الدرس سهل جدا وبسيط وبداية مبشرة للمنهج الجديد، وان شاء الله يكون درس كده خفيف وجميل عليكم. يلا بينا نبدأ الدرس بعنوان الموقع الجغرافي. في حد كده بيسأل هو ايه اصلا الموقع الجغرافي ده يا مس؟ احنا عايزين نعرف ايه الموقع الجغرافي ده قبل ما نبدأ في الدرس. طيب، سؤال حلو وجميل، يلا بينا نبدأ. بص يا باشا، لو انت جيت سألتني دلوقتي وقلت لي انت ساكنة فين يا مس بالظبط، هبدأ انا اوصف لك انا ساكنة فين بالظبط، وهقول لك بيتي على يمينه هتلاقي مطعم، وعلى شماله هتلاقي فيه مدرسة، وفوقية اللي هو يعني الشمال هتلاقي محل، وفي الجنوب برضو هتلاقي محل. كده انا عملت ايه؟ انا وصفت لك موقع بيتي بالتفصيل. هو بقى ده الموقع الجغرافي. تمام كده؟ تمام. يعني لو دلوقتي قلت لك عرف لي بقى الموقع الجغرافي زي ما الكتاب بقى بيقول، هتستنتج ايه من الكلام اللي احنا قلناه؟ يعني انا حددت مكان ايا كان بقى المكان ده. يعني التعريف بيقول ايه بقى؟ هو موقع المكان بالنسبة للاماكن الاخرى، اي مكان بقى، سواء كان محيطات، بحار، قارات، دول مجاورة، ايا كان. تاني، هو موقع المكان بالنسبة للاماكن الاخرى، سواء كان محيطات أو بحار أو قارات أو دول مجاورة. تمام كده، أول معلومة زي الفل كده. طيب، ده كده قلنا ايه؟ تعريف الموقع الجغرافي. طيب احنا دلوقتي كده عرفنا ان الموقع الجغرافي لو انا عايزة احدد او اوصف لحد انا ساكن فين او مكان معين هوصفه له كده. تمام. طب احنا ايه الموقع الجغرافي ده عايز مننا ايه برضو؟ هنحدد له ايه؟ هو طالب مننا ان احنا نحدد موقع ايه بالظبط. برافو، سؤال حلو. مطلوب منك ان انت تعرف موقع مصر، موقع دولة مصر فين بالظبط. انت دايما طبعا بتسمع ان مصر ليها موقع جغرافي متميز، كانت مصر هي مطمع لكل الايه الدول، يعني كل الدول عايزة تيجي تقعد عندنا فين؟ في مصر يا باشا. فاكيد يعني الموقع الجغرافي بتاعها متميز، لازم يكون متميز بالمنظر ده. فيلا بينا بقى نتعرف على الموقع الجميل بتاع مصر. عايزك بقى تعرف موقع مصر ده بالنسبة لثلاث حاجات. أول حاجة لازم تكون عارفها، موقع مصر بالنسبة للعالم كله. يبقى أول حاجة لازم تكون عارفها إيه؟ موقع مصر بالنسبة للعالم كله. تاني حاجة لازم تعرفها عن موقع مصر، هو موقع مصر بالنسبة للوطن العربي. أعتقد أنت سمعت أو هنشوف مع بعض دلوقتي خريطة للوطن العربي، وخاصة هنحدد على الخريطة دولة مصر، موقع دولة مصر. تالت حاجة يا باشا لازم تعرفها، موقع مصر بالنسبة لقارة افريقيا. ده مبدئيا كده 3 حاجات. اولا، موقع مصر بالنسبة للعالم كله. ثانيا، موقع مصر بالنسبة للوطن العربي. ثالثا، موقع مصر بالنسبة لقارة افريقيا. يلا بينا نبدأ ونعرف موقع مصر بالنسبة للعالم كله. نجيب الخريطة ونبدأ مع بعض. اول حاجة هنحددها على الخريطة هو موقع مصر، ان دولة مصر موجودة في قارة اسمها قارة ايه؟ تمام. سمع ناس بتقول افريقيا، زي الفل. قارة ايه؟ افريقيا. يبقى مصر موجودة فين؟ في قارة افريقيا. يلا بينا بقى نعرف برضو باقي القارات على الخريطة. بما ان قدامنا الخريطة كده، تعال نحدد باقي القارات. اكبر القارات هي قارة اسيا، وبعدين اوروبا، وامريكا الشمالية، امريكا الجنوبية، القارة القطبية الجنوبية او انتاركتيكا، اخر قارة معانا وهي قارة استراليا. احنا كده عرفنا القارات، وعرفنا ان مصر بتنتمي لقارة ايه؟ افريقيا. كده تمام. موقع مصر الجغرافي موقع متميز. اكيد يعني انت بتسأل نفسك هو ليه متميز؟ لان مصر بتقع في قلب قارات العالم. هتلاقيها متصلة مع قارة اسيا، وهتلاقيها متصلة مع قارة مين تاني؟ اوروبا. مصر كانت زمان اهم بوابة في قارات العالم القديم. انتوا اصلا فاكرين ايه هي قارات العالم القديم؟ يلا نعرفها مع بعض. قارات العالم القديم هي اسيا، افريقيا، اوروبا، بالترتيب كده: اسيا، افريقيا، اوروبا. الثلاث قارات دول الانسان اكتشفهم الاول، وبعدين قعد فيهم
آلاف السنين، وبعدين بدأ ان هو يعبر المحيطات ويكتشف ان في قارات تانية زي امريكا الشمالية، امريكا الجنوبية، القارة القطبية الجنوبية، استراليا. يبقى عندك قارات عالم ايه قديم وقارات عالم جديد. القديم، قارات العالم القديم هي اسيا، افريقيا، اوروبا. قارات العالم الجديد امريكا الشمالية، امريكا الجنوبية، القارة القطبية الجنوبية، قارة استراليا. اكبر القارات هي قارة اسيا، اصغر القارات هي قارة استراليا. تعالى كده مع بعض نفتكر الكلام اللي احنا لسه قايلينه عن موقع مصر بالنسبة للعالم. يبقى اول معلومة خدتها ان مصر موجودة في قارة اسمها قارة افريقيا، وان مصر موقعها الجغرافي متميز لانها بتقع في قلب قارات العالم. كانت زمان اهم بوابة في قارات العالم القديم. وعرفنا قارات العالم القديم هي اسيا، افريقيا، اوروبا. يلا بينا ندخل على الموقع التاني اللي عايزك تعرفه، هو موقع مصر بالنسبة للوطن العربي. اول حاجة لازم نجيب الخريطة علشان تبقى واضحة قدامك. موقع مصر زي ما انت شايف كده، هتلاقي في الشمال بيحد مصر البحر الايه بحر المتوسط. يحد مصر من الجنوب هتلاقي دولة السودان، اما من الشرق هتلاقي البحر الاحمر، من الغرب دولة ليبيا. لو جبنا خريطة الوطن العربي زي ما انت شايف كده قدامك، وقلت لك حدد لي موقع مصر الجغرافي على الخريطة، هتبدأ تحدد لي في اتجاه الشمال والجنوب والشرق والغرب. في الشمال هتلاقي البحر المتوسط، في الجنوب دولة السودان، في الشرق البحر الأحمر، في الغرب دولة ليبيا. في اتجاه تاني كده تلاقي في شمال شرق مصر بيحدها دولة فلسطين. يبقى شمال شرق دولة مصر هتلاقي دولة فلسطين. ناخد آخر حاجة لازم تعرفها عن موقع مصر الجغرافي بالنسبة لقارة افريقيا. تعال نجيب قارة افريقيا. لازم نجيب الخريطة بتاع قارة افريقيا علشان الصورة تكون واضحة قدامك وتعرف تحدد اكتر الموقع. هات الخريطة ويلا بينا نبدأ. موقع مصر بالنسبة لقارة افريقيا زي ما انت شايف كده، حددنا دولة مصر على الخريطة. قارة افريقيا بيفصلها عن قارة اسيا البحر الاحمر. قارة افريقيا بقى بيفصلها عن قارة اوروبا البحر المتوسط. المعلومة دي مهمة. لو انت دلوقتي عايز توصل لقارة اسيا او توصل لقارة اوروبا، هو انت مش هتعدي من قارة افريقيا، يعني من دولة مصر. فبالتالي هي ايه حلقة الاتصال ما بين دول البحر المتوسط وقارة افريقيا. وكمان مصر فيها قناة السويس ونهر النيل. كل الحاجات دي بتخلي مصر موقعها الجغرافي متميز، وخاصة في التجارة بقى موقع استراتيجي متميز بالنسبة لباقي القارات. فتلاقي كل القارات عايزين قارة افريقيا. فعشان تبقى عارف بس ان انت قاعد في قارة متميزة من حيث الموقع الجغرافي، مهمة جدا في التجارة والاتصال بالدول الاخرى. وبنبدأ ان احنا ننشر من خلال الموقع الجغرافي المتميز ده، ننشر الحضارة الإسلامية. طب ما تيجي ناخد برضو معلومة كده حلوة يمكن لازم تكون عارفها. تعال نجيب برضو خريطة العالم ونبدأ نحدد عليها أكبر المحيطات وأصغر المحيطات. هنبدأ بأكبر المحيطات، المحيط الهادي اللي هتلاقيه في خريطة العالم على ايدك اليمين وعلى ايدك الشمال. المحيط الهادي، حد يقولي هو ازاي المحيط موجود هنا وموجود هنا؟ ما تنساش ان الارض كروية، مش زي ما انت شايف دلوقتي على الخريطة مسطحة، لا. فبالتالي انت اصلا لو مشيت في المية بالاتجاه ده هتوصل للناحية التانية اللي هو برضو المحيط الهادي نفس المية، لان الارض كروية. يبقى المحيط الهادي في خريطة العالم على ايدك اليمين وعلى ايدك الشمال ده المحيط الهادي. فوق تلاقي المحيط القطبي الشمالي. تحت اسيا على طول هتلاقي المحيط الهندي في الاتجاه، وهنا المحيط الأطلنطي. المحيط الأطلنطي تحت في الجنوب المحيط القطبي الجنوبي. المحيط القطبي الجنوبي اللي هو أصلا بيكون متجمد. انت بتروح المنطقة دي أو القارة القطبية الجنوبية ان انت بس بتعمل أبحاث للمكان وترجع. القارة القطبية الجنوبية دي قارة غير مهؤولة بالسكان، ما فيهاش سكان لأنها قارة
متجمدة متجمدة جدا، فأكيد يعني لا تصلح للعيش فيها. كده نكون خلصنا الدرس، نشوفكم في درس جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.